الطريق مكرفسه هنايا، مكرفسه ديال بصح. انا كنبارطاجي معاكم بحال هكايا باش اللي بغى يجي هنايا، اللي بغى يدير الطراجي هذا يدوز على امسفران ومن تما يمشي لزاويه حنصال وهذا يعرف اشنو كاين. انا ما كنقولش لكم جي ولا ما تجيش، انا كنعطي وجهه النظر ديالي. هادو من اللحظات اللي معمر بغيت نساو ليا واحد والله العظيم. دابا كنعافر في الطريق، مضارب مع الطريق، مضارب معها، اقسم بالله العظيم الا طوموبيل شكون كديرها. كسيري والله ما خصني كسيري، يلاه وغادي نكسيري دابا. والله الا كنعافر مع الطريق مقاتل معاها. الحجر عامر الطريق بالحجر، عامر الطريق بالحجر. واو واو واو. الشلماطر ديال الطريق هادي علامات. شو الغباريه داروا راه ترى الارض راه عرفتي شنو هو حق الله العظيم الا بزاف بزاف بزاف. انا كما قلت لكم، انا النهار الاول قلت لكم انا خارج معول على هذا الشيء، معول على انه ممكن نلقى واحد البلاصه ما غتعجبنيش، ممكن نلقى واحد البلاصه غتعجبني، عادي داك الشيء. راهو خصنا دابا نشوفوا كيفاش نسلكوا راسنا من هنايا. خوت داز عليا العذاب، داز عليا العذاب، واقسم بالله العظيم في ديك الطريق داز عليا العذاب. من بعد غنعاود لكم. دابا وقفت عند مول الحانوت اللي هنايا، ختم عنده الحليب كيف ما كتشوفوا. علاش ختم عنده الحليب؟ حيت 200% قلت غنبقى اون بان، اللهم قلت ناخذ من عنده الحليب باش حتى الا كان شي حاجه وبقيت اون بان المهم يكون عندي بعدا كاين باش نديباني. عندي التمر، عندي شي لعيبات، وقلت يبقى عندي بعدا كاين الحليب. خديت واحد ايطرونس يبقاو عندي باش حتى الا بقيت في الطريق هنايا نلقى باش نفطر ونلقى باش نتسحر. اما نبيع ماشي مشكل نبات في الطريق. ولكن المشكل الكبير فين كاين؟ واش المشكل الكبير هو انني غنبقى بالجوع؟ لا، المشكل الكبير هو انه باقا ليا تقريبا بلاتي شوف نقول لكم، باقا ليا سيدي باقا ليا نص ساعه على باش نوصل. باقا ليا 28 باقا ليا 14 كيلومتر. المازوت سالا، المازوت شعلات ليا البوله ديال ريزيرف. دويت مع هاد مول الحانوت هنايا، عطاني النمره ديال واحد السيد كيبيع المازوت، كيبيعو هنايا في دارو. دويت معاه، عطاني النمره التليفون ديالو، دويت معاه قال لي غنتلاقاو انا وياه في الطريق. قال لي يعطيني 10 ايطرو نقدر نتلاقاو في الطريق، نقدر. المهم دابا انا هاد المعلومات علاش كنقولهم لكم؟ باش الناس اللي باغيين يجيو من امسفران لزاويه حنصال اول حاجه كونوا عارفين انه الطريق مكرفصه بزاف. ما بغيتش نقول لكم غتندم حيت غنحرم على دوك الناس ديال زاويه حنصال، ولكن راه الطريق مكرفصه بزاف، ما غتحملش راسك. غتصل لواحد اللحظه ما غتبقاش حامل راسك، علاش انت اصلا جاي في ديك الطريق. هذه النقطه الاولى. ملي حنا نقولوا انت غتصبر وداك الشيء، انا دابا بعدا كاين تقريبا صافي شعلات ليا البوله، سال ليا المازوت، يعني يقدر ما يوصلنيش. جاب الله سولت في الطريق قالوا لي غتسول واحد مول الحانوت. هاد مول الحانوت قال لي راه غتلاقى، عطاني النمر ديال السيد ودويت معاه. دابا راه غنبقاو انا وياه اون كونتاكت بالتليفون. الواعره شناهي عاوتاني؟ واش صافي غنبقى اون كونتاكت بالتليفون صافي راه غناخذ المازوت؟ لا، الريزو ما كاينش. يقدر يعيط ليا، يقدر نلقى تليفوني ما خدامش. واش فهمتوا البلان كيدير؟ دابا انا خاصني نسربي دغيا على الاقل باش نوصل غير زاويه حنصال. ملي وصلت تما زاويه حنصال نلقى فين نبات وداك الشيء، وتمايا راه بعدا كاين كوميم تما الدنيا عامره. نقدر نديباني راسي، نقدر نشوف كيفاش الا وحدت في المازوت نقدر نشوف كيفاش نديباني راسي. المهم القضيه ترونت عندي بزاف، هانيه
اقسم بالله العظيم تهانيه. انا كنت كيف ما قلت لكم في الاول معول على هذا الشيء غيوقع، معول انني غنطيح في مشاكل وخصني نفكهم، معول انني غيخرجوا شي حوايج اللي انا ما كنتش متوقعهم. هانيه. المهم كما قلت لكم بقاو معايا، كملوا معايا هذا الفيديو اليوم حتى الاخر باش تعرفوا باش غتسالي. خوت داز اليوم صعيب بزاف. شفتو بعدا كاين دبرت على المازوط هنايا، صافي دبرت على المازوط. هي كاينه هنايا واحد القهيوه والفوق ديالها فيه البيوتا، كاين حتى لوطيلات هنايا داكشي في زاويه حنصال. المهم ما شفتهاش كي دايره زاويه حنصال وداكشي، المهم هي الجبال هنايا وداكشي. المهم دابا يا بغيت نكري من عند السيد هنا مول القهوه، بغيت نكري من عنده بيت الفوق. قال لي بعدا كاين فطر ويحن الله نفطروا، بعدا كاين ديك الساعه مبقى والو، بقى شي 5 دقائق الفطور. جيت في الدقيقه 90. المهم ودابا غنفطر هنايا ان شاء الله صافي ونبات هنايا. المهم هذا الفيديو ديال اليوم غنساليه هنايا ان شاء الله، والفيديو ديال غدا غنبدا من هنا ان شاء الله. ديما الفيديو فين كيسالي كنبدا لكم فيديو اخر، غير دابا هذا الفيديو غنساليه هنا باش ما نطولش عليكم الفيديو عاوتاني بزاف، شنو غنفطروا شنو هذا شحال غنكري بشحال هذا. المهم كما قلت لكم غنساليو فيديو هنايا. اليوم داز عندي صعيب بزاف 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 بزاف. كنتمنى نتوما تكونوا تستافدتوا من هذه التجربه اللي درت انايا. الطريق صعيبه بزاف، الطريق صعيبه بزاف. كنصح اي واحد اللي باغي يجي هنايا يكون معول. شوف بغيتي تجي حياتك هذيك اكون معول، كون معول على تماره، كون معول على طريق خايبه، كون معول على غتكرفس في الطريق. كنتي معول على هذا الشيء هذيك الساعه ماشي مشكل، صافي جي معول على هذا الشيء وجي في الطريق. اما هي الطريق مكرفسه بزاف 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 بزاف. المهم هذا الشيء اللي كاين. تهلاو في ريوسكم، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.